ما بش لا صلاة ولا قرآن ولا ذكر ولا دعاء ولا حكمة الله، ما بش واحد رجال عاقل. يا إخواني مرة لقيت واحد مجنون يقول لي اشتري منك 10، اشتري واحد شاهي وبيده كدمة دي كلها من راس، اشتري منك 10، قلت ادي لك 1000 بس اطلب منك طلب. قال لي اطلب ودرست جهه. قلت اشتريك تطلع لا جبل المستشفى وتنكع على الزفل. قال العقل الله يزكينا عقولا. ما رايكم؟ العقل الله يزكينا عقولنا، هذا هو مجنون. كيف ديهم عقال؟ يولي يقتل نفسه احيانا، ينتحر، وليد ولا بنيه. مشاكل موجوده، هذا مشاكل. هذا عندنا لاحظوا هذا الفتره انها انتشرت انتشار سريع بين الناس. غياب الرقابه الداخليه اصلا، ما فكرش ابوك ولا جدك في هذا الموضوع خالص. ولو بلغ الجوع ما بلغ، كان الناس من اول يجوعوا ويتعبوا ويفقروا ويمرضوا ويصابوا بامراض واوجاع، والله ما يقدم على هذا. كانت تمر على اسال ابوك وجدك وذي كانوا من قبل مرت عليهم سنين جوع وقحط وصبروا واحتسبوا. وصاحبنا حلقت عليه واصربت عليه واللي قال لك انتحر، روح ويرى انتحر. ليش هذا كله؟ صدق الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه. ما رايكم؟ ظنيك لا صلاه ولا قران ولا ذكر ولا دعاء ولا اشتوقع. ومن يعش عن ذكر الرحمن ونعمل له نقيض له شيطان، يدي لك جني على مقاسك تمام. يعيش معه ما بش صلاة أصلا. ما الذي يرده؟ الإيمان. ما بش أنا راضي. من علامات الحب، من علامة حب العبد لربه جل وعلا الرضا بالقضاء. راضي محتسب، ما بش سخطان. ليش الناس معاهم زلط وانا حراف؟ ليش الناس معاهم زلط وانا حراف، والناس معاهم بيوت وانا بيت الإيجار، والناس معاهم سيارة وانا يزيع الرجل، والناس مالك صل على النبي، مالك يا هرم يا ابن الهرم؟ ليش هذا كله؟ طيب مستحيل. كنت أنا واقف في الزفلت واحد جنبي مجنون مسنب والسيارات سريع يمشي، فقلت خليني أشوفه مجنون يعني وكالة ولا تايوان وكيف الخبر. أنا نزلت ونزل وأنا رجعت ورجع، ما رضي يقطع الزفلت. نزل معي وأنا رجعت ورجع، فقلت له الله اقطع. قال العقل سيارات. رجع يقول لي العقل سيارات، ما يمكنش أبدا، ما يمكن يهدد بنفسه على طول. هذا المشاكل الأسرية الموجودة اليوم، الزواج، الطلاق والفسق والمشاكل بين الأسر كلها والانتحار وغيرها. التلفون اليوم ب100 ريال ودخل فتح له شبكة وخش اللي يعيبه. صاحب الشبكة يعمل لك بالرسالة فقط، يقول لك انتبه إن الله يراك. ليش قال إن الله يراك؟ هو دايما تصبح تزرق، هو دايما تدخل ضروري تشجن تعيمه به وترجع من تستغفر الله. أنت ما تعيش بس على طريقك لو سبرت ممكن يعني. وبعدين شوية يستلذ. فإذا قالوا حراما قل حراما ولكن اللذاذة في الحرام. يبدأ واحد يستنشق شوية عادي وبعدين يتمارأ بها. الصلاة ما يجي الصلاة إلا صميل، ودخل المسجد صميل وصلح واحد ناقص ضابح. ليش هذا كله؟ الذين في صلاتهم خاشعون. ودخل وصلي ما شاء الله وانت هادئ البال مرتاح ما فيش حاجة. سيأتي علينا يوم والله العظيم يجي عليه واحد أحيانا يوم لولا تثبيت الله، لولا لطف الله ما مش معنا شيء. لولا أن الله تعالى ثبتنا لما جينا لهذا اليوم. في ناس فلتوا، في ناس كانوا يشاروا إليهم بالبنان، رجال وحافظ ومحترم وطيب ومدين ومصلي ونطل، لولا تثبيت الباري. مش تعتقد أنك إذا صليت بالصف